السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. يشرق فجر جديد للكرة المغربية. لأول مرة يتم ترشيح اثنين من نجومنا لحصد جوائز فردية كبرى. حكيمي ينافس على الكرة الذهبية، وبونو ينافس على جائزة الياشين لأفضل حارس. هذا النجاح ليس صدفة، بل غير قواعد اللعبة. أشرف حكيمي بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان يسجل أهدافا قياسية كمهاجم رغم أنه مدافع في ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي بدوري الأبطال، ولاعب مؤثر للفوز بالدوري الفرنسي، كأس فرنسا وكأس السوبر. المغاربة عبروا عن فخرهم وشجعوا ترشيحه، وظهر ذلك واضحا من خلال تفاعل الجماهير ونتائج استطلاعات الرأي. أما ياسين بونو فقد ترسخ اسمه كأحد أفضل حراس إفريقيا، وهو الآن من ضمن المرشحين لجائزة الياشين. توج بجوائز عديدة في الليغا، ويأتي ترشيحه هذا العام تتويجا لمسيرته الرائعة. هذا التواجد الواعد في قوائم الجوائز يظهر أن المغرب صار يعترف به عالميا كقوة كروية لا يستهان بها. لقد عبر المغاربة عن دعمهم بحماس، فخلال التصويت الشعبي تصدر حكيمي الاستطلاع كأقرب المرشحين لنيل الكرة الذهبية. على أرض الواقع، الإعلام الوطني أعاد بث اللحظات، والنشطاء تضامنوا عبر التغريدات والمنشورات مع شعور جماعي بأننا نعيش لحظة فارقة في تاريخ الكرة المغربية. وخلال مقابلة مع كانال بلوس قال حكيمي بوضوح: بعد الموسم التاريخي الذي عشته، ليس هناك العديد من اللاعبين الذين يسجلون أهدافا في نصف النهائي والنهائي، وأنا مدافع. لذا عندما يحقق مدافع هذا المستوى، أعتقد أن استحقاقه للكرة الذهبية قد يكون أكبر من المهاجم. كما أشار إلى رغبته الصادقة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أن يذكر اسمه ضمن المرشحين فهذا هو حلم يتحقق، وإذا تحقق الفوز فسيكون عادلا. هذا التصريح لم يمر دون تدخل، إذ كشفت تقارير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان طلبت إزالة هذا الجزء من المقابلة لتفادي إثارة الجدل، لكن حكيمي رفض، مؤكدا عن حقه في التعبير عن طموحه. هذه الواقعة تظهر مدى قوة الموقف الشعبي والإعلامي الذي يدافع عنه النجم المغربي رغم الضغوط. باختصار، حضور حكيمي وبونو ضمن قوائم الجوائز الكبرى هو تكريم للمجهود الفردي والجماعي، هو انتصار لصورة المغرب الخارجة كقوة تنافسية في كرة القدم، دعم الجمهور وتواصل الحضور الإعلامي واستحقاق اللاعب، كل ذلك شكل إجماعا وطنيا يشير إلى بداية حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية. أخيرا، الكرة الذهبية والياشين ليس مجرد جوائز، بل رموز لطموح بلد كامل. ويعلو السؤال في الختام: هل سينجح أحدهم في حمل اللقب؟ شاركنا في التعليقات. من هو نجمك المفضل؟ ومن تعتقد أنه يستحق الفوز بالفعل؟ بكم في قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.